أما هؤلاء الشباب المتورطون فليعرض عليهم التخلي عن الجنسية التي هي شرف لهم، ولا يستحقها من يقوم منهم بهذه الأفعال الإجرامية، وليعطى فرصة للذهاب لزيارة أبي صالح في سرداب سامراء ما دام ولاؤه لأبي صالح وليس ولاؤه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل أبا صالح محمد بن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه المهدي المنتظر في السرداب لعله يجعلهم نوابا في الأقاليم، ولعلهم يخبرونه بأن الخليفة العباسي مات وذهب الدول وجاء الدول فيذهب الخوف من قلبه، ولعلهم يخبرونه بأن أتباعه كثير، ولعلهم يقولون له ستفتح لك الدول التي تؤمن بك خزائن الأموال، ولعلهم يطلبون منه أن يخرج القرآن الذي يزعمون أنه دخل معه السرداب وأنه لا يخرج ولا تراه الأمة إلا إذا خرج، ويزعمون أن هذا القرآن الذي معه في السرداب مخالف للقرآن الكريم الذي نقله لنا الصحابة والذي يحفظه كل جيل من المسلمين بالتواتر. ولعلهم يقولون له اخرج لتملأ الأرض عدلا. ومن أظلم ممن يخفي القرآن في السرداب عن الأمة لو عقلوا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكفرت بالعقيدة الباطلة الفاسدة الكاسدة. وعقيدة ولاية الفقيه شر من عقيدة الإيمان بمحمد بن الحسن العسكري المزعوم بأنه المهدي المنتظر. ومن عجائب الضلال والشرك بالله تبارك وتعالى أنهم يدعونه من دون الله ويعبدونه من دون الله، ويرفعون إلى هذا المهدي المنتظر في السرداب الذي يزعمون محمد بن الحسن العسكري، يرفعون إليه الحوائج ويدعونه في كشف الكربات ويدعونه لطلب الولد والرزق، وإذا ذكروه فإنهم يدعون له بأن يعجل الله فرجه. فإذا كان في كرب عظيم وفي كربات طوال هذه المدد والسنين والمئات من السنين زادت على 1000 ويزعمون أنه في السرداب وفي كرب عظيم، كيف يدعى له بالفرج؟ وإذا كان عاجزا عن فرج نفسه وعن تفريج الكربات عن نفسه فكيف يستجيب لمن يدعوه من دون الله ويسأله من دون الله؟ ألا يرضون بأن يعبدوا رب الأرض والسماوات؟ قال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عقيدة ولاية الفقيه شر من عقيدة الإيمان بمحمد بن الحسن العسكري المزعوم بأنه المهدي المنتظر بأدلة كثيرة لا يأتي عليها الحصر. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء من عقائد الروافض كما برئ منها الصحابة رضي الله عنهم. فما دام أن هؤلاء يتصرفون باسم أبي صالح وثوراتهم لأجله وهو معدوم لم يولد أصلاً كما في كتاب الكافي وهو عمدتهم، فأعطوهم فرصة لزيارته لينظروا. وأما الدولة الخارجية التي غررت بهؤلاء الشباب فخير لها أن تعدل في رعاياها وتقبل على شأنها وإصلاح أمورها على الحق والعدل، والحق والواجب عليها أن تنصف أهل السنة وتعدل فيهم وتكف عن التنكيل بهم وتمكنهم من الجمعة والجماعة وممارسة الدين الإسلامي الحق في عاصمتها وفي غيرها. والروافض الشيعة في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفي عهود من قبله من ملوك هذه الدولة متمتعون بحقوق المواطنة، وقد نالوا من هذه الدولة خيرات لا تعد ولا تحصى.
وشاهد الحال يصدق ذلك بالنظر إلى حالهم قبل هذه الدولة. وننتظر من منظمة المؤتمر الإسلامي أن تقول كلمة الحق في الممارسات المنافية للإسلام. ولا بد أن تحذر هذه المنظمة الدول الأعضاء من التدخلات السافرة من بعض أعضائها على سيادة الدول الأعضاء. ومملكة البحرين لا تزال أحداثها ماثلة، ولا يزال حكامها يعانون من التدخل في شؤونها. ومن أجل ذلك طلب حكام البحرين الاستعانة بإلحاح من أشقائهم، ثم هذه الاستعانة لوقعت كوارث للمنطقة لا يعلمها إلا الله. ومن لم يلتزم من الدول الأعضاء بمبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي فيستبعد من المنظمة.